أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير علشان الكل يستفيد، وكمان تابعونا على الواتساب والتليجرام. أهلا بيكم في المحاضرة التاسعة في السلوك التنظيمي. النهاردة هنتكلم في موضوع هو فعلا قلب الإدارة والنجاح، فن وعلم اتخاذ القرار الإبداعي. خلينا نبدأ بالمقولة القوية دي: بداية النجاح فكرة واستمراره قرار. الجملة دي يعني لخصت كل حاجة. الأفكار الكويسة موجودة ومنتشرة، بس اللي بيحول أي فكرة لواقع ونجاح بجد هو القرار الصح اللي بيتاخد في الوقت الصح. القرارات هي اللي بتحدد مصير أي مؤسسة حرفياً. في قرارات ممكن تبني إمبراطوريات، يعني جوجل دي كانت مجرد مشروع تخرج، وقرارات تانية ممكن تكون سبب في إن شركات ضخمة تقع وتقفل. الموضوع خطير جداً. والمفاجأة بقى واللي ممكن تصدم ناس كتير إن حوالي نص القرارات اللي بياخدها المديرين بتفشل في النهاية. 50%. متخيلين الرقم؟ ده بيوريها إن الموضوع محتاج علم وتركيز، ومش مجرد إحساس أو تخمين. طيب، علشان نفهم إزاي ناخد قرارات أفضل، دي هتبقى خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ الأول نفهم يعني إيه قرار أصلاً، بعدين نمشي خطوة بخطوة في عملية إبداعية من 5 مراحل، ونفهم العقليات المختلفة اللي الناس بتفكر بيها، وهنشوف أدوات عملية تساعدنا، وفي الآخر هنلخص كل ده. تمام؟ يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أول حاجة محتاجين نفهمها كويس جداً هي جوهر القرار، ولازم نفرق بين عملية صنع القرار نفسها ولحظة الاختيار النهائية. بصوا، النقطة دي مهمة قوي. لازم نفرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار. زي ما هو واضح كده، صناعة القرار دي الرحلة كلها، من أول ما بنحدد المشكلة لحد ما بننفذ الحل. أما اتخاذ القرار فده مجرد خطوة واحدة بس في الرحلة دي كلها، اللي هي لحظة ما بنختار بديل من البدائل المتاحة. ودلوقتي نيجي للجانب العملي. إزاي نقدر نمشي في رحلة صناعة القرار دي من مرحلة الغموض والشك لمرحلة الوضوح؟ المصدر اللي بنشرح منه بيقدم لنا عملية علمية وإبداعية مكونة من 5 خطوات. ال5 خطوات دول هم الهيكل الأساسي لأي قرار ناجح. أول حاجة تشخيص المشكلة الصح، تاني حاجة جمع البيانات والحقائق، تالت حاجة إيجاد بدايل وحلول، رابعاً نقيم ونختار الأنسب، وأخيراً التنفيذ والمتابعة عشان نتأكد إن القرار جاب نتيجة. الخطوة الأولى دي يمكن تكون أهم خطوة فيهم كلهم. هل إحنا بنعالج العرض ولا السبب الجذري؟ يعني مثلاً انخفاض المبيعات ده مش هو المشكلة، ده مجرد عرض. المشكلة الحقيقية ممكن تكون إنه جودة المنتج قلت أو الأسعار غليت أو في منافس جديد ظهر. لو ما عالجناش السبب الأصلي، العرض ده هيفضل يظهر تاني وتالت. وهنا بقى بتظهر أهمية الخطوة التانية، جمع البيانات. بصوا على الرسم البياني ده. بمجرد ما بنشوف الأرقام بنكتشف إن المنتج A لوحده مسؤول عن أكتر من نص المبيعات. معلومة بسيطة زي دي بتوجه تفكيرنا كله وبتركز جهودنا عشان نحل المشكلة صح. وصلنا للخطوة الثالثة، وهنا بقى دور الإبداع بيبدأ. عشان نلاقي بدايل وحلول لازم نفكر بره الصندوق. في أساليب كتير بتساعد على توليد الأفكار، زي العصف الذهني اللي هو كلنا بنقعد مع بعض وكل واحد بيقول أي فكرة تيجي في باله من غير أي قيود. الهدف هنا إننا نجمع أكبر عدد ممكن من الحلول المحتملة. طيب، بعد ما فهمنا العملية نفسها، محتاجين نفهم الشخص اللي بياخد القرار، لأن في طرق تفكير وعقليات مختلفة كل واحد فينا بيستخدمها وهو بياخد قرار. خلينا نتعرف عليهم. في عقليتين أساسيتين. الأولى هي عقلية الرجل الاقتصادي، وده شخص بيفترض إن كل المعلومات في الدنيا متاحة قدامه، وإنه بيدور على الحل الواحد المثالي البيرفكت، وده طبعا نموذج نظري أكتر. أما التانية ودي الواقعية بقى، فهي عقلية الرجل الإداري. ده شخص عملي بيشتغل بالمعلومات المحدودة المتاحة عنده، وبيدور على حل مرضي ومناسب، حل يحل المشكلة مش بالضرورة يكون أحسن حل في الكون. جنب دول في عقليات تانية، زي العقلية المحافظة، ودي بتعتمد بشكل كبير على الخبرات اللي فاتت واللي حصل قبل كده. وفي كمان العقلية المختلطة أو التكيفية، ودي بتجمع بين الاتنين، بتستخدم التحليل المنطقي والعميق للقرارات الكبيرة والمصيرية، وبتعتمد على الخبرة والسرعة في القرارات اليومية البسيطة. أوكي، إيه الأدوات العملية بقى اللي ممكن نستخدمها عشان نسهل على نفسنا؟ المشاكل المعقدة غالباً بتبقى أوضح بكتير لما نقدر نشوفها قدام عينينا. في الجزء ده هنشوف أدوات بتساعدنا نتصور المشكلة والحل. من أحلى الأدوات دي مخطط إيشيكاوا، أو زي ما بيسموه عظام السمكة. تخيلوا كده إن راس السمكة هو المشكلة بتاعتنا، زي انخفاض المبيعات، والعظم اللي طالع منها ده هو الفروع الرئيسية للأسباب، زي مثلا الجودة، السعر، التسويق، وهكذا.
الأداة دي بتساعد أي فريق إنه ينظم أفكاره بشكل بصري ويوصل لكل الأسباب الجذرية الممكنة. أداة تانية مهمة جدا هي خريطة التدفق أو الفلو تشارت. دي ببساطة بترسم لنا خريطة للعملية خطوة بخطوة. يعني مثلا لو بنصلح تكييف ممكن نبدأ بسؤال: هو شغال؟ لو الإجابة خلاص العملية خلصت. لو لأ، الخريطة بتوديك للخطوة اللي بعدها: طب هل الفيشة في كهرباء؟ وهكذا. بتوضح مسار القرار بشكل منطقي دلوقتي بعد ما استعرضنا كل ده، خلينا نجمع كل الأفكار الرئيسية دي ونشوف إزاي ممكن نطبق الكلام اللي اتعلمناه في شغلنا وفي حياتنا. الرسالة النهائية اللي عايزين نوصل لها هي إن اتخاذ القرارات الصح مش موهبة بنتولد بيها، لأ، دي مهارة بتتبني على عملية منظمة وتفكير إبداعي. أي حد فينا يقدر يحسن قدرته على اتخاذ القرار لو مشي على الخطوات الصح واستخدم الأدوات المناسبة. وفي النهاية، أحب أسيبكم مع السؤالين دول عشان نفكر فيهم. يا ترى كل واحد فينا بيميل لأي عقلية أكتر وهو بياخد قراراته؟ وإزاي ممكن نطبق عملية ال5 خطوات اللي شرحناها دي على تحدي بنواجهه دلوقتي؟ فكروا في الإجابات، لأنها ممكن تكون بداية لقرارات أفضل بكتير في المستقبل. شكراً لمتابعتكم.